اليوم شفنا المؤتمر الصحفي ما قبل مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية برسم الجولة الثانية من دور المجموعة السادسة التي تقام على أرضية ملعب لورون بمدينة سان بيدرو الإيفوارية. من خلال تصريحات ديال الناخب الوطني كيتضح على أنه يعني واثق من الأمور ديالو، عارف باش كيقول، درس الخصم جيدا. هناك عامل الحرارة ديال الساعة الثانية التوقيت المحلي لكوت ديفوار، الساعه الثالثه بالتوقيت المغربي، وبالتالي كنعرفوا على ان في وسط النهار كتكون الحراره مرتفعه ولكن كتكون نقص في الرطوبه، عكس في المساء اللي كتقل الحراره ولكن كترتفع الرطوبه. وهذا غادي يقدر يكون نقطه ايجابيه للعناصر الوطنيه المتمرسه. ما نساوش بان اللاعبين ديال الكونغو الديمقراطيه هما لاعبين محترفين كيمارسوا بطولات اوروبيه، منهم اللي كيمارس في الدوري الروسي، يعني هناك كذلك طقس بارد. اللهم بعض اللاعبين اللي كيمارسوا فريق تيبي مازيمبي او فريق فيتا كلوب، وكنعرفوا على ان العناصر ديالنا فايته لعبات ضد تيبي مازيمبي وضد فريق فيتا كلوب في الساعه الثانيه بعد الظهر في الملاعب ديال لومباشي ولا كينشاسا. وبالتالي اعتقد على ان التجربه ديال العناصر الوطنيه لها كل من الامكانيات باش تفوز في هذا اللقاء ان شاء الله وتحسم التاهل مبكرا ب6 ديال النقاط كمتزاعمه للمجموعه السادسه. مباراة الغد التي ستجمع المنتخب الوطني ونظيره الكونغولي ستبقى ملغومة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول عامل الطقس، الجو الحار، علاوة على التشكيلة التي تؤتت المنتخب الكونغولي التي عرفت مجموعة من التغييرات. أعتقد أن الذي سيحاول والذي سيعرف كيف يجاري أطوار المباراة يعني جزئيات صغيرة هي اللي تقدر تحكم في نتيجة هذه المباراة. وحكم الانتماء بطبيعة الحال تتمناو الفوز للمنتخب الوطني وكسب التأهل مبكرا لإراحة بعض اللاعبين في الدور الموالي. هذا فكما شاهدنا اليوم الندوة الصحفية، فأعتقد أن وليد الركراكي واعي بجميع يعني الأجواء اللي تحيط بالظروف المناخية. أعتقد أن المنتخب الوطني له كامل الحظوظ لتحقيق نتيجة إيجابية. وليد الركراكي تحدث بكل ثقة في قدرة العناصر الوطنية على تحقيق انتصارهم، ولكن بالمقابل طلب أنه ما يتمش استصغار الخصم ونسيان المباراة الأولى اللي انتصر فيها المنتخب الوطني بالأداء والنتيجة. على العموم المباراة يوم غد ما غاديش تكون سهلة كما تعرف البعض، لأننا غادي نواجهوا منتخب كونغولي يجيد ومتأقلم مع الأجواء المناخية، بلد قريب من كوت ديفوار وفي نفس الأجواء اللي كاينة المناخية اللي كاينة هنا كوت ديفوار. هذه هي النقطة اللي غادي تساعدهم في المباراة يوم غد، ولكن ثقتنا كبيرة في وليد الركراكي والعناصر الوطنية باش أنهم يعرفوا يجيريو مباريات يوم غد، رغم أن غادي تلعب حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، ولكن خاص توجدوا الحلول وتوجدوا الإمكانيات باش أنه يتحقق إن شاء الله انتصار يوم غد من أجل ضمان التأهل المبكر للاعب المباراة الثالثة بكل عين.